تفهم الاخطاء اللي انا فعلا وقعت فيها وان هم بيركزوا على ايه بالظبط في النظام الجديد، علشان انت لازم ومهم قوي ان انت تتعلم وتشوف اللي قبلك عمل ايه علشان تسبقه وتكون احسن منه. في البدايه احب اقول ان في ناس كتيره قوي ساعدتني علشان اجمع كل المعلومات او النصايح اللي في الفيديو ده، سواء محمد السيد رضوان السابع مقرر على الجمهوريه وناس تانية كتيره فعلا انا عملت معاها مناقشات كتيره قوي علشان اجمع منهم النصايح اللي انا هقولها في الفيديو ده. ناس عظيمه جدا مش بتهزر طبعا، 60 من 60 في امتحان الكيمياء بتاع 2023. والحقيقه اول ما طلبت منهم نصايح علشان اقولها لكم، الحقيقه يعني الشباب ما قصرتش، فاقل حاجه ان احنا نعملها ان احنا ممكن نشكرهم تحت في الكومنتات. شكرا ليكم يا جماعه. الجزء الاول ايه هي افضل طريقه علشان تذاكر بيها الكيمياء في ليالي الامتحانات، وفي نهايه الجزء ده هقول لك ايه هو الروتين او صاحبي السابع مقرر على الجمهوريه راجع ازاي الكيمياء كلها في ليالي الامتحانات علشان يجيب 60 من 60. وبرده هقول لك الطريقه اللي انا رجعت بيها علشان انت تشوف ايه اللي مناسب ليك وانت تنفذه. اول حاجه مذاكره الكيمياء في ليالي الامتحانات مش زي اي طريقه تانية انت كنت بتذاكر بيها قبل كده، لان انت في العادي بتعمل زوم ان وعمال تدخل في التفاصيل تفاصيل تفاصيل ده طول السنه. مش مطلوب منك ان انت تعمل كده في ليالي الامتحانات نهائيا، لا انت مطلوب منك العكس، ان انت تعمل زوم اوت وان انت تشوف كده ايه، ترجع ورا وتشوف الصوره كامله من بعيد علشان تعرف تربط الاجزاء البعيده عن بعض في الشرح، وكمان ان انت يبقى عندك خريطه ذهنيه للمنهج كله كامل في دماغك. هتقرا طبعا كل المعلومات من المذكره الاساسيه بكل التفاصيل بتاعتها، ولكن انت هتبقى بسرعه شويه. تاني حاجه في الكيمياء بالذات، بعد ما انت تخلص مذاكره جزء معين ان انت قريته بسرعه، لازم تشوف عليه ملخص او تشوف مثلا ليه خريطه ذهنيه او تشوف مثلا دايجرام او تشوف جراف او صوره انت كنت عاملها، لان الحاجات دي هتلزق فعلا في دماغك. تالت حاجه ورقه المفاهيم، مهم قوي قوي في الكيمياء بعد ما تخلص كل باب مذاكرته ان انت تجيب ورقه المفاهيم وتقعد تقارن ما بين الكراسه الاساسيه وما بين ورقه المفاهيم، اللي انت هتسهل عليك حفظ كتير قوي وتعرف ايه هي اهم الحاجات الناقصه في الورقه. فعلا يعني ورقه المفاهيم ممكن تساعدك جدا ان انت تجيب 60 من 60، ولكن برضو هي سلاح ذو حدين، ان هي ممكن تخليك ان انت ما تلحقش تخلص الامتحان لو انت مش متعود او مش متدرب ان انت عارف فين المعلومات وبتعرف تجيبها بسرعه. تبدا بايه بالمذاكره؟ هتسمع كلام كتير قوي بيقولك ان انت تبدا بالصعب او تبدا بالجزء مثلا الطويل او الجزء المهم علشان تخلص منه في البدايه زي الاورجانيك، ولكن انا ما حبيتش ان انا ابدا بالعضويه او ابدا بجزء صعب او جزء مهم، علشان انا اصلا لسه مخلص كنت الامتحانات وبقالي كتير قوي ما امتحنتش على الكيمياء او ما ذاكرتش كيمياء، دماغي لسه مش متعوده او لسه مش متسيستمه على مذاكره الكيمياء، فحبيت ان انا ابدا بجزء كده يكون سهل او سلس معايا شويه، او جزء قصير شبه مثلا الباب الاول بدات بيه كده ايه، سخنت استرجعت كده ايه قوايا في المذاكره بتاعه الكيمياء، وبعد كده بقى بدات بالحاجات المهمه. وفي ناس كتير قوي بتقول ان انت تذاكر الكيمياء من الاخر للاول، يعني تبدا بالباب الخامس او الاورجانيك علشان هو مهم، وبعد كده الرابع، بعد كده الثالث، بعد كده الثاني، بعد كده الاول، وهكذا. وطبعا انت لو كنت مراكم جزء او جزء انت واقع فيه شويه، مهم قوي ان انت تبدا بيه علشان تتخلص منه وتستريح كده نفسيا فتبدا بجد. مهم قوي ان انت ما تضيعش وقتك في الحفظ، اي حاجه موجوده في كراسه المفاهيم شوفها من كراسه المفاهيم، وفي الامتحان مش هيبقى متطلب خالص ان انت تبقى حافظ المعادله او تبقى حافظ بالنص ايه التركيب بتاعها، لكن هو في الامتحان اصلا هيجيب لك معادله شبهها، او مثلا مش نفس المركب، هيجيب لك مركب شبهه او من نفس العيله وانت تطبق عليه نفس الخطوات اللي عندك في كراسه المفاهيم، ولكن في الحل هيبقى امتحانات السنين اللي قبلك دور اول ودور تاني. ومهم قوي قوي ان انت تهتم بامتحان 2023 بتاع الدور الاول وبتاع الدور الثاني، وان انت تحط نفسك في الامتحان وتطبق الخطوات اللي انا هقولها لك دلوقتي اللي هي هتكون مهمه جدا جدا في حل الامتحانات. طيب ايه هي الطريقه بتاعه السابع مقرر على الجمهوريه او الروتين اللي هو كان بيعمله علشان يذاكر في ليالي الامتحانات؟ اول حاجه كان بيصحى بدري يقعد يذاكر المنهج نفسه، وبعد الظهر كان حاجه غريبه ان هو بيقعد يحل امتحانات، وبالليل بيكمل ان هو يذاكر تاني. وكتب لي كمان كلام مهم جدا هسيبه قدامك على الشاشه. طيب هي دي كانت الطريقه المثاليه بالنسبه له، انا هقول لك برده انا عملت ايه في ليالي الامتحانات وانت شوف ايه المناسب ليك او اللي انت تقدر تعمله واعمله. كنت بصحى بدري اقعد اذاكر الباب من المذكره الاساسيه، وبعد ما اخلصه كنت بفر كده في الاجابات بتاعه الاسئله اللي انا كنت حللها زمان على الباب ده، اتفرج على الاجابات اللي انا كنت بغلط فيها او الاسئله بس اللي انا كنت معلم عليها، واخلص الباب ده ادخل على الباب اللي وراه وهكذا. وبعد ما خلصت مذاكره المنهج كله على بعضه وان انا استرجعت كل المعلومات بتاعتي، ابتديت بقى ان انا اقعد احل الامتحانات بتاعه السنين اللي قبلي. وعلشان برده ما توترش من فكره ان انا ايه في اسئله لسه ما ذاكرتهاش ولكن بحلها بحس ان هي ايه بتاخد وقت مني، فانت برده جرب كده حل كل يوم، شوف هل الدنيا هتمشي معاك والدنيا هتبقى سلسه. على فكره امتحان عن امتحان بيفرق، حتى ان انت اول امتحان لو عصلكت شويه لكن الامتحان اللي وراه بتبقى الدنيا اسهل بكتير صدقني. لكن لو لقيت نفسك ان انت قلقان مثلا ان انت ما تخلصش او ما تلحقش او مثلا انت بتاخد وقت وبتتوتر وهكذا، لا فكك، خلص المذاكره نفسها لان هي المذاكره اهم حاجه، وبعد كده طبق في الامتحانات. تاني جزء في الفيديو والمهم جدا جدا وهو طريقه التعامل جوه اللجنه مع الامتحان، والجزء ده مهم ان انت تطبق معايا ما تبقاش بتقعد تسمع وبس. اول حاجه قلمك الرصاص معاك وبتظلل سؤال بسؤاله في البابل شيت، علشان قدام لما تظلل فوقيه بالقلم الجاف تبقى سريع 5 ل 10 دقائق تكون خلصت،
وعينيك ما تتزغللش وما تتوترش ان انت ايه كل ورقه بتاعت البابل شيت فاضيه. تاني حاجه السؤال اللي ما تعرفوش او ان انت شايف ان هو هيعصلك معاك او طول معاك اكتر من 5 دقايق بتسيبه على طول وتروح للسؤال اللي وراه. تالت نقطه وبالذات لو انت لغات او انجليزي او فرنساوي وهكذا، ان انت لازم اي سؤال طويل مثلا او انت حاسس ان هو ايه بيلوك كتير معاك او سؤال مش مفهوم معناه، لان في اسئله ممكن تقابلك تكون ترجمتها غلط اصلا، ان هم بيترجموا بالعربي غلط. حتى في الاسئله اللي هي مكتوبه صح برضو ان انت لو مش فاهمها حاول تتاكد بيها بالعربي، لان حتى بتوصل ان انت مثلا السؤال بيبقى بيلعب في الانجليزي كجرامر او بيلعب حتى في العربي، ان انت يعني في صاحبي بيقول لي ان انا كنت ساعات بحاول اعرب الجمله واشوف مين النعت ومين المنعوت والضمير ده عايد على ايه بالعربي علشان اعرف احل السؤال. رابع حاجه وانت بتحل وخلاص اخترت ان الاجابه دي هي اللي صح، لازم تتاكد من بقيه الاجابات ان هي غلط. واي سؤال انت متاكد 100% ان الاختيار ده غلط بتعمل جنب الاختيار الغلط ده اكس خفيفه. انما لو في سؤال مثلا انت عارف ان الاجابه دي صح ولكن في اختيار تاني انت مش عارف ان هو غلط، ما تعملش عليه اكس علشان لما تيجي تراجع في النهايه هيسهل لك قوي موضوع المراجعه. خامس حاجه خد بالك من الاسئله المركبه اللي بيحطوها في الامتحان اللي بتبقى هدفها تضييع وقتك، سواء بقى سؤال مثلا بيسالك على الالوان وحاطط لك 8 مركبات ان انت تشوف فيها، او سؤال يقول لك مين من المعادلات دي صح وبيضطرك ان انت تقعد تستبعد في الاختيارات. الاسئله اللي شبه دي اللي بتبقى معتمده بنسبه كبيره ان انت تشوف الاختيارات، مش لازم كل مره لما تيجي تحل السؤال ده ان انت تبدا باول اختيار ان انت تستبعده، لا ممكن مره ابدا بالاول، ابدا بالاختيار الاخير وهكذا. الاسئله دي بالذات والاسئله دي فقط ان انت لما تلاقي مثلا اختيار انت خلاص اتاكدت ان هو صح ما تكملش، خلاص اختار ان هو صح وادخل للسؤال اللي وراه. يعني في اي سؤال مركب مثلا وطالب منك حاجتين ان هم يكونوا صح ومديك 4 اختيارات، تمام؟ فانت دلوقتي معاك 8 حاجات ان انت تتاكد منهم صح ومنهم غلط، فانت باختيار من الاختيارات تمام وانت بتستبعد كده لقيت ان هو ايه الحاجتين اللي فيه صح، خلاص تختاره. مش لازم بعد ما لقيت ان الاختيار ده صح ان انت تقعد تستبعد في بقيه ال8 اختيارات اللي هو جايبها لك. كرست المفاهيم وهي جنبك انت هتكون حاطط فيها مسطره او قلم على الجزء بتاع الكيمياء علشان مش كل شويه اول ما السؤال يجي تقعد تفر فيها كلها هي فين الكيمياء اصلا. وزع وقتك صح على كل الاسئله اللي في الامتحان. يعني ايه؟ يعني مثلا انا في البدايه كنت بحل مثلا الاسئله اللي بدرجه، تمام؟ فلقيت سؤال طول معايا قوي وهم حاطينه قاصدين، ان هو مثلا حاطط لك سؤال شجره كده عمال يسال ده في ده في ده في ده في ده كذا خطوه، تمام؟ ولقيت الموضوع بيستنزف منك وقت، هتبص في الوقت، تمام؟ معاك 5 دقايق طولت قوي في السؤال، تمام؟ تروح سايبه وتروح للاسئله اللي وراه، لان ده هيتطلب منك ان انت بتاخد من وقت الاسئله اللي في الاخر اللي هي الاسئله اللي بدرجتين، لان ساعات بيحطوا الاسئله اللي بدرجتين بتبقى سهله علشان تجمع بيها درجات وهكذا، لكن بسبب ان انت ضيعت وقت في سؤال كان بدرجه بس كان فعلا خطواته طويله قوي بسبب وانت مش هتحل سؤال بدرجتين كان سهل. اي سؤال انت ما حلتوش او سبته فاضي بتروح كاتب الرقم بتاعه في الورقه اللي هي الفاضيه خالص بتاعه المسوده. بتراجع الامتحان ازاي؟ بالذات لو الامتحان صعب، فانت في الاغلب لو هو صعب هتكون سبت مثلا اسئله كتيره صعبه في النهايه، فهتشوف بعد ما خلصت الامتحان هتشوف الوقت اللي معاك هل معاك وقت كافي، تمام؟ لو معاك وقت كافي هتروح مراجع الاول الاسئله السهله او الاسئله التافهه او الاسئله اللي انت حلتها وانت متاكد ان هي صح. في الاغلب كلنا بنقع في المشكله دي ان لما الامتحان بيبقى صعب بنحل الاسئله الصعبه اللي احنا بنسيبها في الاخر وبنديها وقت كبير فبنحلها صح، تمام؟ لكن الاسئله السهله بقى بنقع فيها سهوه. انما لو مش معاك وقت خلاص بتركز في الاسئله اللي انت سايبها وبتحلها، وفي الاخر بقى خالص بعد مثلا لو انت معاك وقت تاني بتشوف بقى ايه بصه سريعه على الاسئله السهله. مهم قوي قوي في الاسئله بتاعه المسائل بتاعه الشابتر الثاني اللي هي فيها ارقام وكده ان انت تكتب لنفسك الخطوات اللي انت عملتها علشان تحل السؤال، علشان قدام لما هتيجي تراجع وتقول لنفسك هو انا ليه اخترت ان الاجابه طلعت رقم 2. في النهايه اتكلم معاك على اهم امتحان انت المفروض تركز عليه وهو امتحان ثانويه عامه في الكيمياء 2023. واقدر اقول لك بلا فخر احنا اكتر دفعه انت لازم تسمع قصتنا في امتحان الكيمياء، علشان برضو بلا منازع احنا اخدنا اصعب امتحان كيمياء في النظام الجديد. وليه اصلا الامتحان كان صعب وهم اصلا في النظام الجديد بيركزوا على ايه، ولا كمان الامتحان ما كانش صعب بس محتاج وقت؟ انا جبت في امتحان الكيمياء 51 نقصت 9 درجات، ويمكن دي من اقل الدرجات اللي انا جبتها في حياتي عامه في اي امتحان للكيمياء، لان انا عارف ازاي انا شاطر في الماده دي. لان واحد حتى مش مقفل مهم قوي ان انت تعرف منه ان هو ليه حصل معاه كده، لان هو اكتر واحد هيكون مركز في الاخطاء اللي هو غلط فيها. انا بكل امانه هوصل لك كل حاجه بالتفصيل بعيدا عن اني اتظلمت واخدت الامتحان متاخر تلت ساعه او نص ساعه. اتكلمت بتفاصيل اكتر عن المشكله اللي حصلت معايا دي في الفيديو اللي نزل قبل ده، هو فيديو 5 دقايق. يعني لو عندك وقت فاضي او بعد ما تخلص الفيديو ده، لان الفيديو ده اهم بكتير جدا وانا عايزه يبقى مركز نصايح بس، ممكن ان انت تشوفه هتطلع بنصيحه واحده ولكن نصيحه تبروزها طول حياتك. بص، انا الاسئله اللي انا حليتها اصلا انا حليتها صح، لكن انا في اخر 3 اسئله في الامتحان ما لحقتش اوصل لهم، فبالتالي هبتهم غلط، واخر 3 اسئله دول كانوا بدرجتين، فدي كده 6 درجات راحوا مني. مش بقول لك ان انا لو كان معايا وقت يعني ان انا كنت هقفل، لا، بس انا كنت هجيب 57 لو كان معايا
نص ساعه زياده. ولكن انا هفهمك بالظبط صعوبه الامتحان بتاعنا كان ايه في نقط كتيره قوي هناقشها معاك، وما تقلقش كل النقط هتبقى مكتوبه قدامك على الشاشه. اول حاجه اسئله الفهم العالي، وان الحفظ كان اقل اهميه، بالذات يعني في الاسئله كانت بتاعه العضويه، الاورجانيك، المعادلات وهكذا. ان هو مش جايب لك نفس الفكره اللي موجوده في كتاب المفاهيم، لا انت مش هتمسك كتاب المفاهيم تروح ناقل منه ايه المعادله كوبي بيست، لا. تاني حاجه في اسئله بتبقى نفسها طويله قوي او الصياغه بتاعتها بتبقاش مفهومه قوي. تالت حاجه لو انت لغات دايما ارجع للعربي، لان العربي هو اللي بيبقى صح. وانت لو شاكك في سؤال مثلا هم كاتبينه بالانجليزي بطريقه عكسين، مثلا اكس واي زد خلوها زد واي اكس وحاجات شبه كده، فحل السؤال اكنه بالعربي. في اسئله مركبه او بتاخد مثلا خطوات كتيره قوي، او ايه زي ما نقول ان هو سؤال شجره كده، تمام؟ يعني يقول لك مثلا ايه حاجه حطيتها على حاجه هتطلع لون ازرق، والبخار بتاعها هيبقى لونه اسود، يعني حاجات خطوات كتيره قوي، وانا قلت لك ازاي تتعامل مع الاسئله المركبه دي. سادس حاجه ان مهم قوي ان انت لو انت اخترت اجابه ان هي اللي صح، ان انت تشطب على بقيه الاختيارات تتاكد ان هي غلط. ولكن في الاسئله المركبه دي زي ما قلت لك ان هو ايه بيبقى مديك اختيارات كتيره ان انت تستبعد ما بينها، فانت لو خلاص جبت ان الاجابه دي صح يبقى خلاص تسيب السؤال وترجع له تاني في الاخر. تابع حاجه المسائل الحسابيه بتاعه الشابتر الثاني، ساعات كان بيبقى فيها شويه افكار، فانت برضو من دلوقتي وانت بتذاكر جمع كل القواعد وكل الخطوات اكتبها في صفحه واحده واقعد ذاكرها كذا مره، بالذات يعني لو انت علم علوم. تامن حاجه توزيع الدرجات كان غير عادل، كانت الاسئله اللي بدرجه كانت اسئله طويله قوي وكانت اسئله سخيفه، ولكن كانت الاسئله اللي بدرجتين كانت اسئله سهله او مش سهله يعني لذيذه وبتتحل بسرعه. تاسع حاجه الامتحان محتاج واحد فاهم مش حافظ، وفي نفس الوقت محتاج واحد ايه مبصمج القواعد، تمام؟ اللي هو لقى كذا فيعمل كذا، وان هو يفتح دماغه في الامتحان. بجد الفيديو ده كان متعب لاقصى درجه ممكنه، ان انا اقدر ان انا اجمع كل النصايح دي، وان انا اكلم ناس كتير قوي ان انا اعرف منها تفاصيل ونصايح، وان انا افلترها واعمل ريسيرش كده كبير قوي علشان اقدر ان انا افيدكم. فبجد يعني لو انت استفدت باي حاجه ممكن ان انت تعمل لايك علشان احس يعني ان انا اتقدرت في هذا الموضوع. وفي النهايه عايز اوصل رساله ان انا ما استحقش ان انا اكون قدوه، او ان انا اصلا مش قدوه، وان انا مش بعمل الفيديوهات دي علشان انت تشوفها فتقول الله ده طالب مثالي وهكذا. لا، كلنا بنغلط وكلنا بنعمل حاجات غلط، لكن انا بشارك بس النصايح دي علشان بس كلنا نستفاد، وان انا فعلا مهتم بالموضوع ده. وبس كده، ربنا يوفقكم في الامتحانات، شدوا حيلكم وبحبكم جدا، واشوفكم الفيديو الجاي، واشتركوا في القناه. اشوفكم الفيديو الجاي واشوفكم احسن ناس في الدنيا. يا رب نوصل 20,000.